الناس اللي دايره لاسيتي كيما حالتي، وحتى الناس اللي ما دايرتهاش بصح تبغي حاجه بنينه وسهله، الحل تاعكم راه عندي. اليوم جبت لكم واحد لي كراب يا ودي، على بالي غادي يعجبوك، وما رانيش نهضر باش نهضر، وانما صح بنان وساهلين واقتصاديين ويحضروا بالخف، وبلا ما نكثروا الهضره بزاف. هيا نبداو. قبل كلش سمحوا لي على لافو تاعي باسكو راني شويه مريضه. المهم في وعاء نحطوا 2 حبات بيض، نزيدوا معاهم 3 ملاعق كبار تاع سكر، نخلطوا كلش غايه بالفوي حتى يذوب لنا كامل هذاك السكر، نزيدوا كاس تاع حليب يكون عادي ما سخون ما بارد، ونعاودوا نخلطوا كلش. ودركا غادي نزيد نص كاس تاع فرينه نغربلها، ونزيد تاني 3 ملاعق كبار تاع كاكاو مام هو نغربلو. غادي نخلط كاع المكونات مليح حتى يتجانسنا الخليط، وفي الاخير نزيد لهم 2 ملاعق كبار تاع زيت. وكما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا سهله ماهله، يعني اي واحد فيكم يقدر يجرب، وزيد ما غاديش تدي لكم كاع الوقت، يعني الماكسيموم 20 دقيقه. المهم بعد ما نضيفوا الزيت هذيك نعاودوا نخلطوا كلش بلا ما نخلوها تريح، نروحوا نحضروا المقله تاعنا باش نبداو نطيبوا. وبالنسبه للمقله سخنوها شويه، واذا توفرت عندكم الزبده دهنوها، اذا ما توفرتش معليش. المهم تكون عندكم مقله ما تلصقش، سينو ما درنا والو. كما راكم تشوفوا نحطوا الخليط تاعنا ونبداو ندوروا فيه، وما نقلبوش الحبه تاعنا حتى ينشفوا غايه هذوك الجوانب، شغل يبقاو يتقشروا وحدهم. من بعد نقلبوها على النص تاعها ونعمروها باي حاجه توفرت عندنا، شوكولا بانان، الاختيار يرجع ليكم. انا بغيت ندير لها الحشو وهي في المقله باش نتحصل على لي كراب يكونوا مقرمشين، وفي الاخير نقلبوها على الربع تاعها. وها هما لي كراب تاعنا واجدين، نتمنى يكونوا عجبوكم ونتمنى انكم تجربوهم. كما عودتكم في اخر كل فيديو نصلوا على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشهدكم في الجنه بصحتكم.